وده هياخدنا للنقطة التانية، وهي كمية تحمل المخ. الضغط مش بيخليك بس تحس انك مش مركز، لا هو فعلا بيأثر على المخ بطريقة بيولوجية، وفعلا بيخليك مش قادر ان انت تركز حتى لو حاولت. لما هرمون الكورتيزول في الجسم بيرتفع بسبب بقى ضغط، مكالمة، عصبية، ايا كان، بيأثر على طول بصورة مباشرة في المخ، في الجزء اللي مسؤول عن الذكريات. فده لما بيحصل بصورة كبيرة هو فعلا بيأثر على انكم تقدروا تفتكروا الحاجات اللي انتم محتاجين تفتكروها، بيأثر على تخزين واسترجاع المعلومات. وده ممكن يحصل بقى سواء كنتوا في مكالمة شغل، سواء كنتوا بتذاكروا الحاجة مهمة، امتحان عندكم، او حتى لو كنتوا بتكلموا ولادكم وبتحاولوا ان انتوا تفتكروا هو انتوا كنتوا بتقولوا لهم ايه. وعشان كده اي حاجه وراكم ما تسيبوهاش لاخر لحظه وتعملوها، لانه في اللحظه دي المخ بيبقى اوريدي تحت ضغط، فبيبقى مش قادر ان هو يسترجع من مخزون المعلومات اللي عندكم بطريقه سليمه. والموضوع ده ليه حلين. الحل الاول وهو اسمه التنفس المربع، وهو ان انتوا تاخدوا نفس في 4 ثواني، تكتموه 4 ثواني، تخرجوه في 4 ثواني، وتكتموا نفسكم تاني في 4 ثواني، وتبدأوا تكرروها لمدة دقيقة ونص. ده بينزل الكورتيزول وبيساعدكم ان انتوا ترجعوا تركزوا تاني. وتاني نصيحة للنقطة دي هي ان انتوا فعلا تفصلوا وتاخدوا بريك، بس بريك حقيقي، مش بريك ان انتوا تروحوا تقعدوا على الموبايل وتقعدوا على السوشيال ميديا، لان ده كده مش بيريح مخكم ومش بيديله فرصة ان هو فعلا يفصل.